أنا البارحة متحلم من حلم قولوا خير. تحلمت بإني كاتب لي 3 أبيات على كل بيته دردمي في البلاد أمير، لكن الله اللي ما ومر هادمة اللذات كذا بين أبي سلمى زهير وقصيدة زهير هجوسي زهيري والقصايد زهيريات، والأوضاع تبغى حب منكب ودهنة سير، بعد صار كيلو والمعتق بكيلو قات، والإنسان ذكريات حتى لو إنها صغير ولا فيه صاحي عقل من دون ذكريات، ومجاهيم ذكرياتي اللي لها تأثير تورثتها ما هي من السوق مشتريات، ودموع الملاقى صبح ولا الفراق عصير، أحاسيس مصروفة من حساب جلد الذات، ولا كل دمعة من الدمع هذا لها تبرير سوى دمعة الفرقاء على مقبرة الأموات. يا راشد أنا ابن الذيب واللي يصير تهقوى بأخوك وخلف معقبة الهقوات. يا راشد أنا ابن الذيب واللي يصير يروح العمر ولا بقى كثر ما قد فات، أنا بخير ما دام الوجيه العزازة بخير، لو ألبس الذلة وتلحقني الشكات قدم رجلي حصان العزايم لطالة السير، تهقوى بأخوك وخلف معقبة الهقوات. كلام العرب ما هو بطعنات رمحة الزير، لكن حجة الراعي هم معاها إثبات، وأنا والصبر مثل الدلو فوق جال البير، ما يرخص جال البير لو الضعون اشتات، سكوتي وأنا لي ناب ضاري ومخلب طير يجمني في حالات، لكن في حالات ما دون الدويش إلا بنادق جموع امطير، لو انه يدوس الجمر ويصادم الهومات، ولا كل شيخ في عيوني مقامها غير، لو ان جدها الحاكم وخالها بالوقفات، يلا شافني كائن من الكائنات اسير، اشوفه قماش ابيض وبرميل وجنيهات، مقامي في عيني كبر بانات ولا النير، وعيون العرب تستعظم النير وبانات، لكن السموحه والمعذره على التقصير، وفنجال بريه وعود وسبع فردات، ما هو يكسر الحاجز ما بين الأوادم غير حديث الأوادم بينهم دون رسميات، نفوس يجبر كسرها صادق التقدير، ونفوس يجبر كسرها دفتر الشيكات. الله يسعد مساكم بالخير. هذه قصيدة أهداها إلى صديقي والمحامي القدير والشاعر المبدع راشد بن علي أبو شريدة، أسأل الله عز وجل أن يفرج عليه ويفرج على الدكتور هزاع بن علي والكاتب والدكتور عبد الله السالم وابن مهراس فرجا عاجلا، وكل الممنوعين من السفر، ويبيض وجه كل من وقف معهم ودافع عنهم على راسهم راشد بن قطفة. حقيقة ما زالوا يقبعون في السجن ظلما وعدوانا، لكن الله معهم ثم الطيبين.